الكرام حياكم الله ويانا. نحن متواجدين في الدائرة الانتخابية الرابعة وفي مدرسة الأندلس الابتدائية. سوف نعلن نتائج أعضاء مجلس الأمة للممثلين للدائرة الرابعة. يعني معنا سعادة المستشار رئيس اللجنة الرئيسية في الدائرة الانتخابية الرابعة الأستاذ سعد عبد الكريم الصفران المحامي العام الأول. يعطيك العافية أستاذنا أبو عبد الكريم. يعني احنا شاكرين لك أول شيء سعة صدرك يعني تحملك لجميع الجموع اللي خلف الكاميرات وخلف الكواليس، وايضا يعني الشكر موصول لجميع الساده القضاة واعضاء النيابه العامه. لكن انا بدي قبل لا نقدم الشكر ويعني لجميع اللي قاموا في عمليه الانتخابات في مجلس 2013 بدنا ان نسولف شوي عن عمليه الانتخابات. هل بالفعل واجهتكم مشاكل خصوصا احنا يعني في شهر رمضان الكريم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية عن نفسي وعن زملائي أعضاء السلطة القضائية أتوجه بالشكر لكل من ساهم وشارك في إنجاح هذه الانتخابات. وثانيا طبعا شهر رمضان أول مرة تحصل فيه انتخابات وكان العمل فيه نوعا ما شاق، ولكن الحمد لله رب العالمين تيسرت الأمور وصادفتنا بعض المشاكل البسيطة وقد تكون اعتراضات أو شبه طعون وتم تقديم فيها كتب وستعرض على السادة أعضاء اللجنة العليا والمشرفة القضائية للبت فيها بما تراه مناسبا. هل في أشخاص معينة عندك أسمائهم سعادة المستشار من تقدموا في الطعون الانتخابية؟ في طلب اسم محمد ناصر عيد الوراد وكيله تقدم في طلب. نعم. طلب اللي هو نعم. باعتبار الطلبين عدة ملاحظات فيها تعرض على اللجنة واللجنة تشوف اللجنة الاستشارية. ممتاز. هذه الإجراءات يعني الإجراءات سوف تعرض على اللجنة. اللجنة تشوف تبحثها وتشوفها ومدى جديتها وما بها، إضافة إلى لحق الطالب والعارض لأمر الأرض هذا أن يطعن. هذا القانون معطي طريق ثاني أن يطعن. لن يطعن. ممتاز. إذا سعادة المستشار سعد الصفران، يا ريت نتكلم عن يعني تأخيرنا للنتائج. يعني شنو أسبابه؟ خصوصا الناس قاعد تسأل ليش أنتم متأخرين، فنبي نعرف ليش، يعني شنو الأسباب التأخير؟ هي طبعا إذا تشوف الدائرة الرابعة والخامسة بكثرة عدد الناخبين أكيد بدون شك راح يكون في تأخير، يعني الكثافة السكانية وعدد الناخبين وعدد المرشحين فحتما راح يكون في تأخير. إضافة إن في عندنا مستشارين، في قضاة، في وكلاء نيابة، كلهم بحسب خبرته. أكيد المستشار يختلف عن ما هو وكيل نيابة أو قاضي بالنسبة لحداثة الانتخابات. فإجراءات المستشار سريعة ومتقنة بخلاف الإخوان الأحدث سنا. جزاكم الله خير. يا ريت نعلن عن النتائج لانتخابات مجلس 2013 للدائرة الرابعة عفوا. يعني سوف نعلن عن ممثلين الدائرة الرابعة. سعادة المستشار سعد الصفران سوف يعلن عن الأسماء. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لانتخابات الدائرة الانتخابية الرابعة حصل على المركز الأول السيد سلطان جدعان الشمري وحصل على 2901 صوتا. وحصل على المركز الثاني السيد سعد علي خنفور رشيدي وحصل على 2478 صوتا. وحصل على المركز الثالث السيد سعود نشمي عواد الحريجي وحصل على 2459 صوتا. وحصل السيد ماجد موسى المطيري على 2402 صوتا. وحصل على المركز الخامس السيد محمد طلال العنزي حصل على 2372 صوتا. وحصل على المركز السادس السيد عسكر عويد العنزي
حصل على 2287 صوتا. وحصل على المركز السابع السيد منصور فالح الضفيري وحصل على 2202 صوتا. وحصل على المركز الثامن السيد مبارك بني متى بخرينج حصل على 1962 صوتا. وحصل على المركز التاسع السيد حسين قويعان الطيري حصل على 1873 صوتا. وحصل على المركز العاشر السيد عبد الله عبد الرزاق العدواني حيث حصل على 1633 صوتا. والله الموفق. إذا أعزائي المشاهدين سوف أعيد إليكم النتائج الانتخابية ونبارك حقيقة لجميع الفائزين.